بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. دايما مالي بيوتكم بالخير والبركة والصحة يا رب والعافية، ويرزقنا الرزق الوفير من عنده، وتفضل البركة بتاعت رمضان كده موجودة في بيوتنا كلها طول السنة يا رب، اللهم امين. هنبتدي يومنا كده ونسمي الله. النهاردة عندنا عزومة وعزومة جامدة جدا، و طبعًا كلنا عارفين إن رمضان بقى يعني مصاريف كتير شوية، وكمان جاي لنا العيد وكحك العيد اللي هنعمله إن شاء الله مع بعض بإذن الله في فيديوهات جاية جديدة. وكمان تجهيز بقى للبس العيد وفرش العيد والكلام ده كله عايز ميزانية جبارة. فطبعًا برضه لمّا بنعمل عزومات في رمضان، أولًا بنجدد النية إن إحنا بنفطر صايمين، ودي طبعًا حاجة كده بتبقى جميلة وبتخلّي تعمل لنا روحانيات حلوة أوي وإحنا بنجهّز للعزومات بتاعتنا، وكمان بتدّينا حافز إن إحنا نعمل كل حاجة حلوة أوي، وبنعملها بفرحة، ونعملها كمان من جوّه قلوبنا عشان تطلع حلوة وتوصل، يعني يوصل الإحساس اللي إحنا حاسين بيه للناس اللي بياكلوا من الأكل ده. لإن طبعًا كل ما بنعمل الأكل وإحنا مبسوطين أو بنعمله لناس بنحبهم، بيطلع الأكل حلو أوي، أوي، حتى لو كان الأكل ده بسيط جدًا، بس لمّا بنعمله لحد بنحبه بيطلع مختلف خالص. فدايمًا خلّي بالنا في العزومات إن إحنا نجدد النية، و مش في العزومات بس بصراحة، كمان يعني كل يوم في روتيننا العادي اليومي في رمضان بنحاول نجدد النية إن إحنا داخلين المطبخ مش عشان بس ده فرض علينا أو حاجة بنعملها كل يوم روتين، لأ، إن إحنا كمان بنفطر صايمين وده ليه ثواب إن شاء الله، ربنا يجعله كده في ميزان حسناتنا اللهم آمين. المهم مش هاطوّل عليكم، بدأنا يومنا كده وسمينا الله، هنعمل النهارده عزومة فيها حاجات حلوة جدًا وأفكار حلوة أوي، 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 وكمان موفّرة جدًا بميزانية صغيرة تقدري تعملي عزومة كبيرة تشرّفِك وتشرّف جوزِك قدّام الناس، وكمان تفطّري صايمين وتاخدي ثواب، ومش هتكلّفي نَفْسِك ومش هتاخدي من ميزانية بيتِك كتير. تمام، أول حاجة هاعملها أنا عندي خضرة، هاعمل محشي طبعًا، ده الصنف الأساسي في عزومات رمضان. نضّفت الخضرة وكنت عاملة زبادي ده الكلام ده كان بالليل، يعني أنا باجهّز لعزومتي من قبلها بيوم بالليل. الحاجات اللي المفروض تعمليها الأول، وإيه الخطوات اللي تعمليها وترتّبيها إزاي، وترتّبي عزومتِك إزاي عشان ما تاخديش وقتِك طويل في تحضير العزومة، وتيجي في الآخر تلاقي نفسِك اتزنقتِ ومحتاجة بقى مساعدة، ويالّا بقى يا جماعة والنبي حد يساعدني. لأ، هنعمل كل الخطوات ديّة بالراحة، وهاقول لِك إزاي ترتّبي وقتِك وترتّبي نفسِك عشان تخلّصي عزومتِك قبل كمان ما ضيوفِك ييجوا. هنجهّز من قبلها بالليل، هاعمل محشي. هنرتّب الأول إحنا هنعمل الأصناف إيه، يعني أنا هابقى عارفة أنا هاعمل أصناف إيه، مش هابقى أخلّي الدنيا كده إيه، لأ، يالّا زي ما تيجي، لأ، بنرتّب طبعًا الأفكار بتاعتنا، بنقول إحنا هنعمل إيه، وبنرتّب بقى خطوات تحضير الأصناف اللي إحنا هنعملها ديّة من قبلها بيوم. فأنا عندي نضّفت الخضرة من قبلها بيوم، وعملت الزبادي بتاعتي اللي هي اليومية اللي كل يوم باعملها الحمد لله. وعملتها معاكم على القناة، هتلاقوا الفيديو بتاعها على القناة، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هابتدي أجهّز كمان الحلو من قبلها بيوم. فأنا هاعمل إيه، هاعمل كنافة. أنا عندي كيلو من الكنافة أنا هاعمل عزومة تقريبًا من 20 ل25 فرد. تمام، فأنا عندي كيلو كنافة، أيوه هاعمل بكيلو كنافة واحد بس عزومة ل20 أو 25 فرد. هاعمل إيه، أنا أخدت نُص الأول كنافة ضربته في الكبة، يعني أنا طبعًا الكنافة بابيتها في الفريزر باجمدها عشان تبقى سهلة معايا في العمايل، سواء هاعملها صينية أو هاعملها أشكّلها بأي طريقة تانية، بتبقى حلوة أوي وبتبقى سهلة جدًا في إن أنتِ تعرفي تشكّليها وتلعبي بيها زي ما أنتِ عايزة. ضربتها في الكبة وحطيت عليها سكر بودرة زي الكنافة العادية اللي بنعملها في الصينية عادي جدًا. وحطيت عليها السمنة وفركتها كويس أوي، قلّبت السمنة فيها والسكر البودرة فيها كلّها لحد ما اتشربت كده، وعندي قوالب الcupcake دي أملاها واكبسها بالكنافة. حاملة الكمية كلّها على قد نُص كيلو كنافة، أنا عملت النُص، يعني أنا عندي كيلو كنافة قسمته نُصّين، هاعمل نُص
بالقوالب الكب كيك، ونص تاني هعمله بطريقة تانية. ادي الزبادي اهي. ده بقى كان تاني يوم الصبح انا عملت الكنافة، خلصت الكمية اللي انا عايزاها. وكان تاني يوم الصبح انا حطيت الزبادي دي بيتاها في الفرن من بالليل، وبدأت يوم الصبح بدري كده. قلت يلا بسم الله، هحط الزبادي اول حاجة في التلاجة، وعندي الكنافة اهي انتوا شايفينها على السفرة، كانت من بالليل، انا مبيتها من بالليل. وبعدين دخلت بقى قلت ايه بسم الله، طلعت الحاجة اللي انا هعملها من الفريزر. انا عندي صلصة جاهزة مسبكاها في الفريزر، وكنت مسبكاها معاكم، وهتلاقوا الفيديو بتاعها على القناة. وطلعت عندي كمان كرومب انا مجهزاه برضو سلقاه، نص سلقة، ومقطعاه ومجهزاه على الحشو، ده بيسهل عليا كمان في العزومات قوي قوي. وعندي بقى هنا الخشاف، قطعت الخشاف بتاعي. وانتوا عارفين ان انا بفصص البلح كله بتاعي وبشيله في علب في التلاجة، بيبقى جاهز ان انا اطلعه في اي وقت. فانا دلوقتي قطعت الخشاف، وهطلع عليه البلح بتاعي عشان انقعهم بقى في المية من الصبح بدري. انا عندي الكنافة اهو، بقول لكم ان انا بيتها من بالليل، ما حصلهاش اي حاجة. الكنافة ممكن نبيتها واحنا مجهزينها كده، مش هيجرى لها اي حاجة. انا هعمل دلوقتي، هعمل معاكم القطايف بعجينة سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها. انا ما بشتريش قطايف في رمضان من بره. وانا جربت كمان، عملت الكنافة وعملتها وطلعت ناجحة جدا، بس هي الكنافة اليدوي مش ناس كتير بتحب تاكل الكنافة اليدوي. وكمان الكنافة اليدوي مش بتعرفي تشكليها وتعملي بيها كذا صنف زي الكنافة الآلي. تمام. فانا دلوقتي هعمل ايه، انا عندي كوبايتين دقيق، حطيت عليهم نص معلقة بيكنج باودر، ونص معلقة خميرة، وعندي معلقتين دقيق بسبوسة، معلقتين دقيق بسبوسة، وذرة ملح، وممكن نحط كمان رشة فانيليا. تمام. و ومعلقة سكر عشان الخميرة تشتغل معايا كويس. وهقلب كل المكونات الجافة دي. طبعا موسى لازم يدخل يساعدني ويقول لكم حطوا اللايك، ما تنسوش اللايك. فاللي اول مرة بيشوفني بقى يحط اللايك وما ينساش عشان خاطر موسى، ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس. واتمنى كده تجربوا الوصفات اللي احنا بنعملها وتعجبكم. كوبايتين الدقيق بياخدوا كوبايتين ونص مية. هتعملي كوباية دقيق واحدة، يبقى هتاخد كوباية وربع مية. بنحط اول كوباية وبنقلب عشان نشوف الخليط بتاعنا قوامه هيوصل لقد ايه. طبعا كلنا عارفين ان الدقيق انواعه بتختلف في شرب السوائل، دي قلناها كذا مرة. فالربع الكوباية المية الزيادة بنخليها علشان نشوف القوام هيوصل معانا لحد ايه. انا هوريكم دلوقتي القوام اللي انا عايزاه. هو بيبقى ما بين قوام الكريب وقوام لقمة القاضي او البقلاوة. يعني بصوا القوام انا رفعته اهو بالمعلقة، القوام خفيف. وبنسيبه تقريبا من نص ساعة لساعة يخمر، وبعدين نبدأ نشتغل بيه. عندنا طاسة طبعا تكون ما بتلزقش، يعني تيفال او سيراميك او اي نوع حاجة تكون ما بتلزقش، يعني مش ألمونيوم. وهنسخنها كويس على النار، وعلى نار هادية هننزل بالمعلقة بكبشة كده ونختبرها. هنختبرها اللي هي هنشوف. يعني انا مش هحط كمية كبيرة، هحط كمية صغيرة عشان هشوف العجينة ظبطت كده ولا محتاجة تستنى شوية كمان عشان تخمر، تكمل خمران. بصوا شايفين المسام اللي بتتفتح ديت كده، معناها ان هي بتستوي وان العجينة بتاعتي مظبوطة 100 100. كده العجينة بصوا 10 على 10. لما بتتفتح كل المسام بتاعت كل السطح ده، معناها ان هي كده بتستوي. وهتلاحظوا لو هقرب كده الكاميرا كمان، هتلاحظوا ان السوا هيبان من بره لجوه، يعني الدايرة بتاعتي بتستوي من بره لجوه. بتحسوا ان هي استوت خلاص، العجينة بتلاقوها نشفت، العجينة بتلاقوها نشفت. وطبعا النار هادية، انا عشان مش عايزة القعر بتاعي يتحرق مني او يستوي زيادة. بصوا هوريكم دلوقتي لما هطلعها اللون هيبقى عامل ازاي. طبعا في كل حاجة بنعملها وبالذات المطبخ دايما نخلي ذكر الله في لساننا، علشان ده بيخلي الحاجة اللي احنا بنعملها بجد بتبقى كلها بركة. ادي اول واحدة اهي طلعتها. بصوا شايفين عجينة ما شاء الله تبارك الله،
مضبوطة أوي ومستوية كويس ومش نية من فوق، يعني العجينة بتاعتي مقدارها كده مضبوط جدًا. سِنّة البيكنج باودر مع الخميرة بتضبط القوام بتاع العجينة جدًا. العجينة بتاعة القطايف ما بيتحطلهاش نشا، عشان في ناس بتقول اشمعنى يعني ليه ما نحطلهاش نشا عشان تبقى مثلًا ناعمة شوية. لأ، عجينة القطايف ما بيتحطلهاش نشا، هي بتبقى عبارة عن دقيق ومَيّة وخميرة. في ناس ما بتحطش بيكنج باودر، بس أنا باحب أحط نُص المقدار خميرة ونُص بيكنج باودر. أنا كده جهّزت كل الكمية بتاعتي. طبعًا القطايف من الحاجات اللي أنا باحب أجهّزها والناس موجودة، يعني الناس عندي باحب أدخل بقى أقليها. و لو هاعملها عصافيري اللي هي هاحشيها، لو هاعمل أي حاجة هاعملها. أنا ممكن أعملها دلوقتي كده، يعني أسويها كده وبعدين أحشيها لو هاعملها مقفولة، وأسيبها لمّا آجي بقى الضيوف وهُم قاعدين أدخل أقليها وأحطها في الشربات أو السيرب وأقدّمها بالهنا والشفا. بدأت بقى أجهّز كمان. أنا هاعمل نوع اللحمة أنا عملته معاكم قبل كده في القناة، وهتلاقوا الفيديو بتاعه على القناة إن شاء الله. دي لحمة مفرومة حطيت عليها بطاطس مسلوقة وبصل معصور، يعني أنا خدت المَيّة بتاعته وشُفتوها أهي. دي اللي هاعمل بيها التتبيلة اللي هاعمل منها الcover بتاع الكفتة بتاعتي. هاعمل اسكالوب بانيه اللي هو الكدّاب. أخدت من الكيلو لحمة، يعني ده كيلو لحمة، أنا أخدت منه جزء عملته عصاج أهو قدّامكم. وكمان جهّزت الخلطة بتاعة المحشي بتاعي. أنا هاعمل محشي عندي عُزبان وكوسة وبتنجان والكرنب، يعني الخلطة دي هتكفّي للحاجات دي كلّها. تمام. وأدي الكنافة بتاعتي أهي، أنا بدأت أسويها بعد ما جهّزت بقى كل حاجتي على الحشو يا دوب. وأدي القطايف دي اللي هاعملها عصافيري أنا قليتها، دي كانت آخر حاجة، كانت آخر طاسة. آآ باقفلها نُص قفلة. بُصّوا مش كلّها مقفولة، باقفلها نُص قفلة وباسيبها باقليها يا دوب بس كده وباسيبها على جنب. لمّا أخلّص بقى خالص أروح حاشياها وراشة عليها السيرب أو العسل وتبقى كده تمام جاهزة. لو أنا هاعملها مقفولة باقليها الضيوف عندي زي ما قُلت لكم. شايفين بقى بُصّوا هتطلع بقى من الزيت مقرمشة من برّه وطرية من جوّه. مش عايزة أقول لكم بجد ما شاء الله تحفة، تحفة. وكوبايتين الدقيق عملوا لي كمية محترمة، بجد كمية كفّت الناس كلّها. وبجد طعم الحاجة كان رهيب وعجب الضيوف جدًا، جدًا. والحمد لله شرّفت جوزي ورفعت راسه بمكونات بسيطة جدًا، وقال لي يعني بجد ما يعني تسلم إيدي، تسلم إيدِك. وكان مبسوط جدًا. ودي حاجة بجد عمري ما باخجل منها، إن أنا بامشّي بيتي على قد إمكانيات جوزي. ربنا يا رب يوسّع رزقه كده ويقويه ويدّي له الصحة والعافية يا رب. مش حاجة تعيبنا أبدًا ولا تعيبه. دلوقتي الظروف صعبة على كل الناس، مش علينا إحنا بس، على كل الناس الظروف صعبة. فبنحاول على قد ما نقدر إن إحنا العادات اللي إحنا متعودين عليها نعملها بالتكاليف المتاحة عندنا. يعني وطبعًا أهم حاجة في رمضان في العزايم. إحنا مش بنعمل عزايم عشان نتباهى قدّام الناس أو نبيّن بقى إحنا بنعمل إيه أو نبيّن شطارتنا والكلام ده كلّه. لأ، إحنا بنعمل العزايم دي عشان نفضل نتجمّع مع الناس اللي بنحبها، ودي أهم حاجة. مش مهم نوع الأكل إيه اللي إحنا هناكله، بس مهم إحنا هناكله مع مين. يعني الناس اللي إحنا هنتجمّع معاهم دول لو أكلنا معاهم لقمة يعني عيش كده بملح زي ما بيقولوا، بتبقى كأن الواحد بياكل خروف محمّر يعني. بس المهم إن إحنا نبقى دايمًا متجمّعين ودايمًا مع بعض. ربنا يا رب ما يحرمنا من لمّة الناس اللي بنحبها حوالينا، تفضل بيوتنا مفتوحة لكل الناس اللي بنحبها، وتفضل مفتوحة دايمًا بالخير والبركة يا رب. جهّزت بقى هنا ده الكريم بتاعي. ده عبارة عن باحط كميات متساوية من الكريم شانتيه والكريم باستري، بيبقى طعمه تحفة. الميكس ده بيبقى رهيب. أنا باجيب الكريم شانتيه مُحلّى،
عشان ما اضطرش إن أنا أحط له سكر. في ناس بتجيبه خام، يعني لو أنتِ عندِك كريم شانتيه خام مش هيقول لأ خالص، بس هتضطري إن أنتِ تضيفي له سكر بودرة. وباعمل mix ما بين الاتنين كده، وباحشي الكنافة بتاعتي بتبقى طعمها رهيب، رهيب، رهيب. إن شاء الله هانزّل لكم فيديو قريب بطريقة كنافة كمان تانية بالكريم باستري والكريم شانتيه، بجد تحفة، حاجة كده خيال وهْم، وبتتجاب من برّه بمبالغ وقدرها يعني. وهنعملها في البيت بمكونات بسيطة جدًا وبطريقة سهلة جدًا، جدًا، جدًا. وإن شاء الله هتعجبكم وتجربوها وتقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات. طبعًا الجناش اللي إحنا بنحطه على الحاجة ده كل واحد وذوقه، كل واحد واللي متاح عنده. أنا كان عندي مانجا مقطعاها مفرّزاها، وكنت مخزناها يعني، طلّعت منها كام قطعة كده وحطيتهم على الوش من فوق. ممكن نخلط كمان المانجا، يعني نعملها بوريه كده مانجا نضربها بالهاند بلندر كده مع الكريم باستري والكريم شانتيه، برضه بتدّي طعم حلو أوي، أوي، أوي رهيب يعني. وهنا بقى كان عندي شوية مكسرات، زبيب، سوداني، أي نوع مكسرات، جوز هند، أي حاجة أنتِ متاحة عندِك في البيت حطيها، ما عندكيش يكفي جدًا الكريم وما فيش فيه أي مشكلة. خلّصت بقى هاخلّص كل الكمية اللي عندي وهاشيلها على جنب. للأسف جوزي بقى إيه، يعني في خلال التحضيرات بتاعة ال العزومة، اتخانق معايا بس وأنا باصوّر، فما عرفتش أصوّر لكم يعني أكتر الحاجات، في حاجات كتير ما اتصوّرتش. فاعذروني، وأنا هاحاول على قد ما أقدر إن أنا أشرح أنا عملت إيه في الفيديو، آمم، على قد ما أقدر يعني عشان أقدر أفيدكم، والناس اللي بتبقى نِفْسها تعمل عزومة بإمكانيات بسيطة تقدر تعمل ده من غير قلق ومن غير خوف، و تجمّع كده الناس اللي بتحبهم كده بأقل التكاليف زي ما أنا عملت كده، وتفرّح الناس كلّها وهي كمان تبقى مبسوطة. هنا كان عندي بطاطس قشّرتها عشان أحضّرها، هاعمل بطاطس محشية بالعصاج زي ما قُلت لكم، تبّلت اللحمة بتاعتي وجهّزتها عشان أكوّرها، دي أهم يعني أكتر حاجة عملتها، أول حاجة sorry عملتها عشان أنا هاقرّص اللحمة بتاعتي وأحطّها في الفريزر تتجمّد، عشان أنا كنت شرحت دوّة في الفيديو اللي قبل كده هتلاقوه على القناة، اللي هو الاسكالوب بانيه الكدّاب. ومجهّزة الأكياس بتاعتي وجهّزت كل حاجة أهي، أدي العصاج اللي أنا هاحشي بيه البطاطس، وحشيت منه كمان كوسة. يعني أنا عملت بطاطس محشية، وعملت كوسة محشية باللحمة المفرومة بالعصاج ده، بشوية العصاج دول. أيوه، زوّدت عليهم قرنين فلفل محترمين ألوان، وادّاني كمية محترمة عملت بيها، حشيت بيها بطاطس وحشيت بيها كمان كوسة. الكوسة أنا مش باعملها كلّها، يعني مش باجيب الواحدة كلّها باحشيها، أنا باقسمها نُصّين عشان هاحطها تبقى بحجم البطاطساية كده. وكان عندي بقى كمان ده كان نُص كيلو عُزبان، أنا طلّعته وعملته أهو، يعني قُلت جنب الأكل، يعني الناس اللي مش هتاكل مثلًا، في ناس ما بتحبش البطاطس المحشية ياكلوا عُزبان، مش في ناس ما بتحبش الكوسة كده يعني، ويبقى يعني حاجات كده إيه، اللي هو appetizer كده جنب المحشي اللي هو الكرنب الأساسي أساس العزومة النهارده هو محشي الكرنب. وطبعًا يعني المحشي الكرنب بجد من أكتر الحاجات اللي أنا باحب أعملها، يعني نوع الشوربة اللي أنا باحطه على المحشي الكرنب بالذات هو محشي العُزبان أو الممبار، من أكتر الشوربات اللي بتخلّي المحشي بجد يروح في حتة تانية خالص، خالص. يعني أكتر من شوربة اللحمة، أكتر من شوربة الفراخ، أكتر من أي نوع شوربة أنا ب ب باح باهاسقي بيه المحشي الكرنب بالذات، هو محشي العُزبان، بيخلّي المحشي طعمه حلو أوي، أوي. إن شاء الله تجرّبوه كده، ويعني حتى لو في أي وقت، يعني أنا باعمل كده والله، مش هاتكسف إن أنا أقول إن أنا باعمل كده، لمّا باكون عاملة مثلًا عُزبان جنب أكل تاني ومش عاملة محشي، باشيل الشوربة بتاعته مش بارميها وباشيلها في الفريزر، بتنفعني في أي وقت باطلّعها باعمل محشي،
وبحمر جنب بطاطس محمرة مثلا، عيش محمص زي ما انا بعمل معاكم على طول على القناة، عيش محمص جنب المحشي. وبتبقى أكلة زي الفل وبألف هنا كده، يعني بتسند شوية وحاجة كده بسيطة، بس بتبقى حلوة جدا، واليوم بيعدي وبيبقى زي الفل. هنا كنت حشيت البطاطس بتاعتي وعملت الصلصة بتاعت البطاطس. بتبقى عبارة عن ايه؟ توم. يعني بحمر كام فص توم كده على قد الكمية اللي انا هعملها. بحمر كام فص توم وبنزل عليهم بالطماطم المتسبكة، بقى صلصة انا مسبكاها او طماطم مضروبة وبسيبها تتسبك، وبتبلها ملح وفلفل وبهارات وبس كده تمام، وبحطها على البطاطس بتاعتي. هنا بقى اللحمة هي بعد ما كنت تبلتها وخلاص جهزتها كده، هبتدي بقى اقرصها اهو، عشان هشيلها في الفريزر تتجمد، عشان مش هينفع ان انا اشتغل بيها وهي طرية. لان انا بعمل ايه؟ انا بعمل لها تتبيلة كده، اللي هو الكفر بتاعها اللي بحطه عليها، عبارة عن ايه؟ مية البصل اللي انا عصرتها، اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. مية البصل دي بحط عليها توابل، بحط عليها بابريكا، فلفل اسود، قرفة، بهارات، لحمة، 7 بهارات، وبعجنها كويس جدا مع البصل المبشور. سوري، انا اسفه دخلت كل الحاجات في بعض معلش سامحوني. ميه البصل باخدها وبتبلها زي ما قلت لكم بالتوابل بس، وبحط عليها دقيق وميه. بزود ميه لحد ما توصل العجينه للقوام اللي انا اللي هو التقيل. انا بعمله زي شفتوا كده ايه، الخلطه اللي بنعملها للناجتس بتاع كنتاكي، او الفراخ الستريبس. كنت عملتها معاكم برضو على القناه قبل كده، تبقى زي عجينه البقلاوه كده. بنزل بيها باللحمه بتاعتي ديت، وبعدين بحطها في البقسماط وبقليها. فانا لازم اللحمه تكون متجمده عشان اقدر اتحكم فيها واقدر احطها في الكفر ده، وبعدين انزل بيها بالبقسماط، ما تبقاش طريه معايا فتتكسر وتتعجن. ومعرفش اشكلها، ومعرفش اتعامل بيها. تمام، خلاص تمام. طيب، انا هعمل محشي. قلت لكم في اول الفيديو انا هعمل محشي كروم وكوسه وبدنجان. طب في ناس ممكن ما تحبش المحشي، ممكن في ناس كانت لسه اكله محشي فمش عايزين محشي. طيب انا عامله كوسه محشيه لحمه مفرومه، وبطاطس كمان محشيه لحمه مفرومه. فهعمل رز، شويه رز كده حلوين بالشعريه، وهعمل كمان شوربه لسان عصفور ببقيه الشوربه اللي عندي. فاول الفطار، اول ما بنفطر كده بنبقى عايزين سلطه خضراء، شوربه. فانا هعمل لسان العصفور، هي دي الشوربه اللي انا هقدمها النهارده. ادي القطايف بتاعتي اهي، بعد ما قليتها زي ما اتفقنا وخلصنا كده. كانت خلصت العزومه، ما عرفتش اصور للاسف، سامحوني ان انا ما عرفتش اصور الاكل، حتى اللحمه وانا بقليها، وكمان السفرة بعد ما اتعملت، لان طبعا الضيوف كانوا وصلوا وكان معاهم ولاد صغيرين كتير، فما عرفتش بصراحة اصور. وكمان جوزي اتعصب عليا ان انا كنت عايزة اصور والناس قاعدة ولسه ما خلصتش. كنت لسه طبعا بقلي، لان المفروض الاكل يتقدم سخن، فانا كنت باخر، يعني اخرت التسوية عشان الاكل يتحط سخن وما اسخنش تاني. فما عرفتش اصور، سامحوني. بس ان شاء الله اكون حاولت ان انا افيدكم واديكم افكار كده كويسه تعملوها في عزوماتكم، وتقدروا تعملوا عزومه باقل الامكانيات. هنا كنت حشيت القطايف بتاعتي بالكريم الشانتيه والباستري زي ما اتفقنا، وحطيت عليهم الفستق الكداب اللي قلت لكم طريقته انا بعمله قبل كده ازاي في الفيديو اللي فات بتاع الكنافه. وبصوا، مش عايزه اقول لكم بقى، كانت طعمها رهيب، من جوه طريه ومن بره مقرمشه كده، وكانت العجينه بتاعتها مظبوطه جدا وعجبت الناس جدا جدا. انا عملت جزء عملته كده اللي هو العصافيري، بس في ناس بتقدم العصافيري نيه، انا ما بحبش اقدمها نيه بصراحه، بحب اقليها عشان تبقى ممتعه اكتر في ان هي مقرمشه من بره وطريه من جوه. وبحط عليها السيرب ساقع،
مش سخن ولا حاجة، عشان طبعًا ما تطراش، وعشان كمان الكريم ما يسيحش معايا، لإنه بيبقى يعني لو اتحط عليه حاجة سخنة هيسيح تمام، لإنه مش كاسترد ده كريم شانتيه يعني. آآ بس يا رب أكون كده قدرت إن أنا أفيدكم على قد ما أقدر. آدي الطبق اللي أنا عملته مفتوح، وآدي مقفول كمان، كنت عاملة قطايف مقفولة، وآدي الكنافة أهي. وبعد ما سوّقناها وزي ما اتفقنا الجناش اللي إحنا بنحطه على الحلويات اللي بنقدّمها بالمتاح عندنا، مش هنكلّف نفسنا ومش هنجيب حاجات ترفع الميزانية أو التكلفة بتاعة العزومة بتاعتنا، لأ اللي موجود ممكن نحمّص حتى شوية جوز هند نحمّرهم بمعلقة سمنة كده وندّيهم بس نغيّر اللون بتاعهم ونزوّق بيهم. عملت كمان صينية الكنافة الحلوة ديّة بالكاسترد، و أتمنى يعجبكم وتحطّوا اللايك، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.